شو بقى شيشان الأردن. أول إشي شيشان، عندنا بالبلد من زمان. شيشان عبارة عن ناس جايين من دولة مسلمة. أجونا من جبال القفقاز في منطقة في روسيا. ناس كثير محترمين، تعاملت معهم من وأنا صغير. كانوا معي من أيام المدرسة، يعني هذا الحكي تقريبا من 15 سنة، من صف خامس تقريبا، وأنا عندي أصحاب شيشان. أنا إحنا البعض زي الأخوة، تربينا مع بعض يعني فيك تحكي. تركزين كثير، شو لاحظت إنه تركزين منطقة سوالح والزرقاء والسخنة خصوصا. في كثير أصحاب زي ما حكيت تعرفت عليهم. كانوا دائما يوقفوا معي، محترمين صادقين. ما شاء الله عنهم، نشامة وطيبين ومحترمين وعكيف كيفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الشباب. حقيقة أنا ساكن في منطقة صويلح من سنة 2002، فيعني جيراني أنا والشيشان من سنة 2002، فأكثر من 20 سنة صداقة وجيران إحنا وياهم، ما شاء الله عليهم، ناس رائعين، ناس فعلا لطيفين ودودين. لكن نوعا ما بنلاحظ إحنا كون مجتمعهم شوي مغلق على بعض، يعني فإذا ما كان الشخص علاقته قوية فيهم صعب ينخرط في هذا المجتمع. بتحسهم الصديق وقت الضيق زي ما بيقولوها، فهم اولاد حارتي، ومش بس اصدقاء هم ولا اصحاب، بس هم زي اخوان، فاحنا هون زي عيله واحده. طبعا الشيشان هون لبعض وللعرب، يعني مش انه يعني بس شيشان، بيهتموا فينا كثير يعني، وما شاء الله عنهم يعني محترمين، يعني كل اللي بعرفهم حتى يعني كويسين. كل حارة الشيشان، يعني أنا انولدت عند حارة الشيشان أصلا. طب شو من زمان، الاشي؟ حتى سيدي كان عنده دكان هون، وكان أصحاب سيدي كلهم شيشان، الكبار بالعمر والقدام كلهم كانوا بيعرفوه. اول شيء والله زلام قد حالهم، إن تعايشنا مع بعض فتره زمنيه طويله، تعاملت مع اشخاص كثير كانوا زلام قد حالهم، وقفوا جنبنا واصحاب وقت المواقف يبينوا. كمان لاحظت انه بحبوا كمان الموضوع النوادي القتالية، مصارعة، ملاكمة، بوكسينج، كيك بوكسينج، اي رياضة فيها فنون، فيها روح الرياضية. لاحظت انهم ما شاء الله شاطرين فيها وبيساعدونا كأردنيين او كعرب. وكان بصراحة الروح المبارزة كانت كثير حلوة، خصوصا انا شخص رياضي. بصراحة كمان لاحظت من الشيشان انهم دائما بوقفوا مع الواحد. من الناس اللي أنا عاشرتهم يعني دائما ما عمري حسيت موقف إنهم خانوني، أو كان موقف إنه سيء صار معي معهم أو عملنا مشكلة. وإذا كانوا مثلا لا سمح الله أنا وقعت بمشكلة، كان دائما بوقفوا معي. طب شو الاشي المختلف عن الشيشان اللي هون الإشي عن باقي الناس؟ المختلف عن الشيشان يعني يعني اللي ما بعرفهم بجهلهم صراحة. إذا تربيت معهم، إذا تربيت معهم برا ممكن يفكرون إنهم شايفين حالهم ولا إشي، لا بالعكس، يعني هون كلهم حبايب وإخوان وقراب عنك، يعني شو ما طلبت على السريع بيجون. هسا بالعادة الأسماء الشيشانية صعبة لأنه بلغتهم تيجي، بس بالعادة هم بحطوا اسم نوخشي اللي هو يعني الشيشاني. بس بالعادة في أكثر عائلة أنا صاحبتهم وعاشرت معهم اللي هم عائلة البينو. نعم، عندي مجموعة كبيرة من الأصدقاء شو الشيشان. بتعرف باللغة الشيشانية؟ التعريف، الترحيب، بقدر أبيع وأشتري، خصوصيا الشباب اللي بيجوا نقشي دا غسنة. فالأرقام من تساع لتساع إزر، ما يعني ما شاء الله. يعني يعطيك الف عافية. الله يعافيكم يا رب. مارشال اللوم السارقة. شو بتعرف عن شيشان الأردن؟ يعني من أول من ولدت هون بصويلح طبعا، عشت معهم، تربيت معهم، يعني من أول من ولدت لما كبرت، يعني دائما مع بعض بنروح وبنيجي مع بعض، كل أصحابي هون شيشان. يعني زقرتية طبعا أكيد. يعني شو بتعرف كلمات باللغة الشيشانية؟ كلمات في الشيشاني، أول إشي حموخو، ديكو، حموخو، حوه ديشو، هما، سولح، هجح، صن هدخوز، لا صن نختي دخوز. على الشيشان احلى واطيب اشخاص سكننا معهم بسويلح منطقتنا.